خونا اخباركم؟ اكيد طلع لكم شي فيديو كيتعلق لا بفاتي جمال ولا بحكيم زياش، لانهم حاليا طالعين في طوندونس وكل شيء يتحدث عنهم. حتى صفحات كبار هي العربيه الهيسبريس كيهضروا على هذا المشكل ديال حكيم زياش مع هاد خيتي. شنو اللي وقع؟ اللي ما عارفش الفكره هو ان هاد خيتي فاتي جمالي تلاقات مع حكيم زياش في شي دوله في تركيا، هضرت معاه وما هضرش معاها وخرجت بفيديو انه كتقول راه متكبر وراه دار وراه دار. حتى انه تا هو خرج الفيديو يعني هذا الوكيل الاعمال ديالو بان حاكم زياش راه ولد الشعب وكذا وكذا الى غير ذلك. فهنا نبغيو حنا نعرفوا علاش اشنو علاقتها هي بهذا حكيم زياش حتى تولي تخرج بالفيديو. شخص دويتي معاه ما هضرش معاك، فانا دويت مع واحد الشخص ما دواش معايا فغنعطيه الثقه. فعلاش بالضبط انها هي غادا تنوض تبغي تخسر السمعه ديال اللاعب كيعاني من ازمات ملي كان مع تشيلسي. هو كان في صداعات وكان احتمال انه يمشي لباريس سان جيرمان وما مشاش ليها. وكذلك لاعب غير متزوج، يعني وحده رمات واحد الصناره ما صدقاتش. نطيح السمعه ديالها، السمعه ديال واحد كما كيسميوه هما الذكوريين هما دوك الاشخاص مثلا سواء ما تزوجش سواء ما كيتعامل مع المراه ما كيتعاملش بداك الرفق واللين. ولكن شخص طبيعي دوا مع واحد الشخص وما جاوبوش فراك غتبقى عادي صافي ما كاينش مشكل. اصلا ما كيعرفوكش هو باش انه يدوي معاك، وبنادم ماشي مضطر انه خاصو يدوي معاك، ماشي بالضروره انه يدوي معاك. وهذا الشيء علاش بالضبط وقع مع مثلا فنانه اللي عندها واحد بزاف الناس المتابعين، وما وقعش مع رجل مع مثلا راجل اللي دارت ليه مثلا المراه هادشي. ولو كان انها توقع هذا الامر يوقع مع راجل فالراجل ما غاديش يقول لهم راه الفنانه الفلانيه قامت ليا وقامت ليا وقامت ليا. اذا هادو حملات كيكونوا مستهدفين رجال بواحد الطريقه غير فنيه، طريقه غير من تحت الدس، انه فلان خايب وفلان كذا وفلان كذا باش تخسروا ليه الكارير ديالو. والله اعلم تاني.